ارتباطا بفوز المنتخب المغربي على نظيره التنزاني في أول مقابلة من كأس إفريقيا، كتبت وسائل إعلام رياضية إسبانية يوم أمس الخميس أن المنتخب المغربي المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر الماضي قدم أفضل أداء برسم اليوم الأول من المنافسات المجموعة الثانية لنسخة 34 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكوت ديفوار. في هذا السياق أشارت صحيفة ماركا اليومية إلى أن التوقعات كانت كبيرة لرؤية المنتخب المفاجأة للمونديال قطر في هذه البطولة الإفريقية، والذي لم يخيب الأمل، مضيفة أن أسود الأطلس أخذوا ترشيحهم منذ المباراة الأولى بفوزهم على تنزانيا. وأضافت ذات الصحيفة أن المغرب بذل قصارى جهده أمام الفريق التنزاني كان يختلف بعدة درجات عن المرشحين الكبار بما في ذلك المغرب، موضحة أن الفوز الحاسم الذي حققه أشبال وليد الركراكي كان الأهم في الجولة الأولى. وبدورها كتبت صحيفة آس المدريدية أن المغرب يبصم على بداية جيدة في كأس الأمم الإفريقية 2023، مشيرة إلى أن أسود الأطلس هم في الواقع المرشحين الأوفر حظا الذين قدموا أفضل أداء، مؤكدة أن تفوق المغرب بلا منازع على تنزانيا لم يختبر حتى حارس المرمى ياسين بونو. وأوضحت آس أن الفريق الذي يدربه وليد الركراكي لاعب راسينغ سانتاندير السابق يتمتع بمؤهلات لازمة لتحقيق مؤشر جيد خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بفضل التوازن بين اللاعبين ذوي الخبرة مثل حكيمي، سيس زياش وأمرابط، وأصغرهم مثل الزلجولي، بلال الخنوس وأمين عدلي آخر ممرر الكرة خلال مباراة تنزانيا. وأكدت أيضا إذا استمر أسود الأطلس بهذا الأداء وبهذه القتالية العالية سوف يكون اللقب من حليفهم. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ووضع تعليق وإعجاب. شكرا لكم ومرحبا بكم، إلى اللقاء.